عندما حقق لقب الدوري المغربي وكأس العرش. هنا يفتح صفحة أخرى على الساحة الإفريقية. أسقط العديد من الأندية التي يحسب لها الحساب على المستوى القاري، واليوم هو على موعد آخر مع الكلوب أفريكان، مع النادي الإفريقي. خصم عنيد ولكن كل شيء ممكن في محاولة لبث الحماس. وطبعا إيريك جيريس معجب كثيرا بالماس ومسار الماس. بن أيوب هي الأبرز يا ماس، هي الأخطر يا ماس، هي الأبرز يا شمس الدين يا شطيبي. كي تكرر السيناريو مباراة انتر كلوب. نعم شمس الدين، نذكر هدفك الرائع. يلا يا حمزة، هنا تحضير الكرة لشمس الدين الشطيبي في العمق ممتازة. ماذا يقول حكم المباراة؟ المطالبة بضربة جزاء والحكم يأمر بالمواصلة. تبقى الضربة في الجهة اليسرى مقطوعة بالراس. اضغط الحموني. نعم الحموني، نعم يتهيأ للتسديد. هذه تسديد الحموني وموسى تيغانا بسنتيمترات كان أن يسيطر على الكرة، وكان ممكن أن نشاهد الهدف الأول. ارتباك بن أيوب في العديد من التسديدات وأبرزها سعيد الحموني. هنا التدخل يتوغل في منتصف الملعب. هذا هو تيغانا محاصر، ينتظر المساندة، يمرر في الجهة اليسرى للعياطي. يلا العياطي، التحضير لسعيد الحموني وإلى الركنية، إلى الركنية الثانية للمغرب الفاسي. نعم الماس يبدع بتمريرات، بلمسات، بتناغم وانسجام. هذه كرة أمامية، لحظة ارتباك يجب استغلالها. يلا صدق والكرة، دخلت الكرة والجول. يا ماس، جاءت اللحظة يا الماس، جاءت اللحظة يا الماس. نعم الهدف بالإعادة، الهدف. المخرج يعطيكم الدليل، المخرج يعطيكم الدليل أيها التونسيون، المخرج يعطيكم الدليل أيها التونسيون. الكرة تجاوزت الخط والهدف للمغرب الرياضي الفاسي، الهدف للمغرب الرياضي الفاسي. هنا الهستيريا تعم المدرجات، ولكن ماذا يقر الحكم؟ شاهدوا الشنآن كبير هنا في البساط الأخضر. الحكم ماذا يقر؟ هل يرفض الهدف؟ حرام عليك. مرفوع الكرة مرة جانبية إلى الركنية، ممكن. نعم ركنية. شمس الدين الشطيبي يرفع الكرة. ماذا يقول حكم مباراة؟ يلعب، ليس هناك خطأ. كرة كانت صعبة جدا على منطقة الجزاء، وبن أيوب الذي يعيش محنة أمام مهاجمي نادي رنما يحتفظ بالكرة بشكل أطول. دائما الماس هو المسيطر. حمزة حجي يحضر الكرة. الفرحة في الالاف من انصار المغرب الرياضي الفاسي. لم يسعفك الحظ حتى حكم المباراة وقف الى جانب الافريقي، ولكن الحمد لله ياتي الهدف الاول لموسى تيغانا بتسديدة اربكة المدافعين والكرة في الشباك. هذه المرة جيبها يا بن ايوب من الشبكة، لان الماس سجل 1-0 للمغرب الفاسي. نعم الفرحة كبيرة ليس فقط في مدينة فاس بل في ربوع الوطن، في ربوع المغرب، من طنجة العالية للكويرة العزيزة. الفاس يمثل المغرب، كلنا مصاويون، كلنا نحمل القميص الأصفر. هنا الحب للماس، هنا القتالية، هنا الاستماتة، هنا اللمسة الأخيرة يا موسى، هنا اللمسة الأخيرة يا موسى. التسديدة هنا أمام خروج الحارس بن أيوب. 1-0 على بعد ثواني فقط من نهاية الجولة الأولى لينطلق اللقاء من جديد. حقكم أن تعبروا عن الفرحة، حقكم أن تعبروا عن الولاء، حقكم أن تعبروا عن هذا الامتياز المهم جدا. يلزم نسجلوها البونتو الحقيقة. ترجع الكرة مرة ثانية
عن طريق ال 15 حذاري، ومره اخرى خطا، مره اخرى خطا، اخطاء في الدفاع رهيبه جدا، والكره تمشي عن طريق شطايبي والراسيه، وبرافو بن ايوب، برافو بن ايوب. اخطاء قاتله، اخطاء كارثيه في الدفاع التونسي. ارجع القائم الاول الكسيس، واحد يطلع على التوزيعه، يمشي مره اخرى حجي والراسيه وبن ايوب. اللحظات هنا إصابة يوسف البصري. نثق في هذه الأسماء، نثق في هذه الأسماء الحاضرة، وإن تعبت بعض الشيء نقدر ذلك. مجهود بدني كبير، مجهود بدني كبير. هذه تسديدة ولكن بعيدة 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 جدا عن مرمى بن أيوب. هنا التسرع، هنا ظهر التسرع من حمزة براسو. الشوط الثاني والمباراة عموما. أنس الزنيتي طلع كرة خطيرة جدا، خطيرة جدا. وفي هذه اللحظات الحكم ماذا يقول؟ الحكم ينهي المباراة بتقدم المغرب الرياضي الفاسي بهدف مقابل لا شيء. سنذهب إلى ضربات الترجيح. سيعطي الانطلاق تنفيذ هذه الضربة الترجيحية. الرقيعة ضغط. برافو أنس، ضاعت ضربة الترجيح الأولى. بدر يعطي الإشارة، شمس الدين الشطيبي، والهدف ببرودة دم، بهدوء تام. إذا بلال العيفة يسجل بلال العيفة في هذه اللحظات. حمزة حجي في تنفيذ ضربة الترجيح. ضاعت يا حمزة يا حجي. أتمنى الثانية يا أناس، تنفذ ضربة الترجيح يا أناس. مرت هذه الكرة يا أناس. ترجيح اليوسفي، يسجل فعلا اليوسفي، يسجل ضربة الترجيح. عكر في تنفيذ ضربة الترجيح. مرت هذه الكرة يا ناس في ضربة الترجيح. رشيد ويسجل. نعم يسجل ضربة الترجيح، وإن كانت صعبة جدا. زهير الدوادي ينفذ، زهير يسجل. وتصوروا الآن حمزة براسات يسجل. معك يا أناس في هذه الضربة الترجيحية يا أناس. بندومو ضاعت الكرة. يوسف البصري يتقدم، يسجل البصري. هذه اللحظات يلعب دور البطل في هذه المباراة. يصد كرة كانت صعبة جدا. المغرب الفاسي، نعم، لحظة تاريخية. أنس الزنيتي، اللقب للمغرب الرياضي الفاسي. شكرا لك يا أيها المغرب، شكرا لك يا ماس، شكرا لكل اللاعبين في هذه المباراة. نعم كنتم أبطال ولم تخذلونا في هذا النهائي التاريخي. سجل يا تاريخ، وسجلوا عندكم أيها الأفارقة. في لحظات تاريخية رشيد الطوسي ابن مدينة سيدي قاسم هنا يتلقى التحية من جميع الفعاليات. رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياته، وكذلك منصف بالخياط وزير الشباب والرياضة. لا ننسى ايضا الاشهبي مساعد المدرب الذي قاد الماس
في العديد من المواجهات التي غاب عنها. اكيد تابعوا لحظه بلحظه تطورات هذه المباراه وتفوق نادي المغرب الرياضي الفاسي، وكأن فاس كانت تلعب بالقميص الوطني. هذه الروح القتاليه، هذه الرجوله، وهذا هو طبعا المثال الذي يحتذى به القتاليه في الاداء كما شاهدناها مع المغرب الرياضي الفاسي. هذا سمير الزكرومي الذي غاب عن المباراه بسبب الايقاف، تابعناه في مباراه الذهاب. عموما من لم يلعب هو الاخر يستحق الاشاده. هنا تسليم الميداليات، هنا صوره للمبدع، صوره للمايسترو، صوره لمهندس هجومات المغرب الفاسي. هذا هو شمس الدين الشطيب. يلاحظ يعني الوزير مصر على اخذ صور مع جميع اللاعبين، وهذه دلاله على ان وزير الشباب والرياضه منصف الخياط يحب كثيرا النادي المغرب الفاسي. هذه الصوره معبره، صوره جماعيه.